السلام عليكم. اليوم بإذن الله حاعمل وصفات شعبية تقليدية. الملوخية طبعا دائما نعملها وما قد صورتها، بس جاتني طلبات من بنات المبتدئات في الطبخ، يقولوا لي يا ماما نبغى نعرف طريقة الملوخية حقتك، فحصور اليوم إن شاء الله عمل الملوخية بطريقتي. أول شيء طبعا الملوخية تتنقى وتتنظف، تتغسل وتنفرم. صراحة تعددت الطرق لفرم الملوخية، بس لا يزال أحسن طريقة لطعم الملوخية الأصلية هي فرمها بالفرامة التقليدية اللي هي هذه السكينة العادية. هذه أفضل طريقة. في المكنات وفي تعطينا لون الملوخية الطبيعي، وبعدين ما فيها اللزوجة الزايدة، لأنه في المكنات لازم ينضاف موية فتعمل زي الرغوة ويتغير لونها. عندي الدجاج هنا غسلته طبعا بالخل والملح ونظفته، وكل ما طلعت الزفرة شلتها لما صارت الرغوة بيضة زي كده. عندي هنا بصلة صغيرة فرمتها ناعم، ممكن تبشروها كمان، ودعكتها بملح وفلفل أسود عشان تدبل، وكم حبة هيل مردد، وكم فص مستكة، وعودين كرفس حضيفهم للمرقة. ما نظفت الدجاج تماما ححط هذا البصل والكرفس. ضروري ترى تشيلوا الزفرة أول بأول، وإلا لنجاح أي شوربة دجاج أو مرقة دجاج في السلق شيل الزفرة أول بأول لما تطلع، عشان تديني الريحة الطيبة. أنه الزناخة شوفوا تطلع في هذا اللي أشيله. كل ما شفتوا اللون البني هذا لازم ينشال لما توصلوا للون الأبيض. وهنا وكده شوفوا كيف مرقة الدجاج تطلع وأدعوا لي. عندي هنا طماطم مقشرة ومطحونة ناعم، حاخد منها ملعقة طبخ كبيرة كمان تانية. أنا أعمل هذه تديني مزازة من غير ما تغير لي لون الملوخية. وإن شاء الله كمان في دفعة تانية ححط لها هي بعد ما أحط الملوخية. بس أغطي القدر كده ينسلق الدجاج، بعدين ممكن ينشال يتحمر أو أي طريقة تحبوه تخلوه على راحتكم. الوصفة الثانية اللي حاعملها إن شاء الله هي وصفة دجاج بطريقة أهل الحبشة. انتوا عارفين طبعا احنا في جدة ما شاء الله عندنا جميع الجاليات ما شاء الله متعايشة مع بعض، فزي ما شفتوا الأكل البخاري، الأكل السوري، المصري، فمطبخنا ما شاء الله غني بجميع وصفات العالم. عندي هنا هذه الوصفة اسمها زقني دجاج. الزقني هذا له إناء خاص معمول من الحجر، شوفوا معمول بطريقة معينة يدهنوه. لما هو أصله فخار بس يدهنوه بمادة دهنية، لهم طريقة فيها وتكنيك لما يوصل لدا اللون فيدي النكهة في الطبخات حقه. عندي هنا بصلة كبيرة حطيتها في دا الإناء وأقلبها، كل ما شربت مويتها شوفوا تكرملت، أضفت لها موية حوالي 4 مرات. شايفين دبلة. دحين أضيف الزيت. طبعا في هذه الوصفة التقليدية ما ينفع أعمل زيت الزيتون، حطيت زيت نباتي عادي. دحين أقلب فيها لما أشوف الرغوة. وزي ما انتم شايفين لازم باستمرار التقليب، والملعقة تكون خشب، ما ينفع ملعقة معدنية. أجي لمقاديرها الثانية. عندي هنا دجاجة مقطعة، ممكن تقطعوها 10 قطع أو 12 قطعة. المكون الأساسي فيها هو هذا المعجون، في منه على بودرة وفي معجون، وهو فلفل وبهارات معينة خاصة. البودرة يسموه بربري، وهذا يسموه دلخ. هذه احنا نلاقيه في باب مكة عند السيدات يبيعوه جالسين، تلاقيهم جالسين في البسطات يبيعوه هو واللحوح يسموها انجيرة. دحين أوريكم هي، لأنه يتاكل مع هذه الوصفة جدا لذيذ. اللي عندها عاملة منزلية من الحبشة تقدر تفيدها وتجيب لها هذا الفلفل، جربوه ريحته مرة حلوة. المكون الثاني اللي ححطه بهارات مشكلة، وفي الأخير عصير طماطم مع صلصة. سخن الزيت وطلعت رغوته، حضيف الثوم والفلفل، أقلب شوية يتجانس، وأضيف الدجاج وأخليه يتقلقل معاه مظبوط. خلاص
حطيت الدجاج وأفضل أقلب. هم بصراحة يحطوا كمية زيت زيادة، يعني لازم تكون على الوجه لما ينغرف. أنا ما أبغى. الواحد يعني يطبخ بالطريقة اللي تريحه، المهم يوصل تقريبا للوصفة اللي هي أصلية. الحين أضيف البهار المشكل وأفضل أقلب. ولا تنسوا النار لازم تكون واطية شوية، ما يكون عالي، لأنه الحجر نفسه القدر لا ينكسر. ما شاء الله اللي يحافظ عليه هذا له عندي أكثر من 25 سنة محافظة عليه ويتنظف بطريقة جيدة. طبعا اللي ما تقدر تجيبه أو تتحصل عليه ممكن تعمل الوصفة هذه في قدر عادي، لكن هنا يديله نكهة مميزة. اللي ساكن في جدة ممكن يلاقيه في منطقة الرويس، هناك ما شاء الله الجالية الإثيوبية والإريترية من الحبشة عندهم في محلات يعني هناك خاصة تبيع منتجاتهم، زي عندنا الشرفية منتجات الهندية والباكستانية. كل حي ما شاء الله. شكلي كترت عليكم الشرح، بس عشان خلاص لما تجيني الاستفسارات الأجوبة كلها عندكم، لأنه يجيني على الخاص الاستفسارات. المهم الوصفة هذه نقلب باستمرار كل شوية، عشان إيه لا يلدع هنا القدر بعدين يمرر الوصفة، فكل شوية نقلب. ما أقول لكم على ريحة البهار الحبشي اللي هو ده الفلفل، طالع شيء مع البهارات المشكلة، شيء مميز جدا. كده قلبت الدجاج لما طلعت عصارته وشربها وحسيت انه تقلقل، وهذه الخطوة مهمة جدا. ما ينفع احط عصير الطماطم والدجاج لسه ني، حيطلع لي سوائله ويزنخ لي الوصفة كلها. لا، لاني ما حقدر اشيل زفرته زي السلك، فهمتوا علي؟ فلازم القلقلة هذه ضرورية. الحين خلاص ححط عصير الطماطم عليه ملعقة صلصة. الطماطم هذا اليوم ما صفيته بس قشرته. كده أسيب الطماطم تتسبك، لما يطلع الزيت أحط موية مغلية عشان الدجاج يكمل سواه. ومعلومة لهذه الوصفة إنه لها تقطيع الدجاج خاصة بها، يعني ستات البيوت هناك لازم يتقنوا التقطيعة هذه. فطبعا أنا ما أعرف الطريقة هذه في التقطيع ولا تقيدت بها، بس هم عندهم أساسية. بدأ الزيت يظهر حصب الموية المغلية، حغطيها بالموية شوية بس، لأنه الدجاج طبعا أخذ سوى حوالي دحين أكثر من ربع ساعة. وكمان خلاص ملحته وغطيته عقبال ما يستوي ويتسبك. طبعا هو ما يجي له غطا، أي غطا من عندكم تغطوه. أساس الطبخة هذه إنه ينسلق بيض، وقبل ما أطفي أسقط البيض المسلوق بعد ما أقشره فيها ويتقدم معه، بس اللي عنده ما يحبوه. رجع خلاص الملوخية دي دحين أطبقها. انسلقت الدجاجة شلتها، اللي يحب يخليها على راحته. لنجاح الملوخية لازم نوزن الموية، فتقل عندي أول ولا تزيد. فأنا طلعت منها شوية، أحط الملوخية وأشوف كيف كثافتها. أنا قلت الموية أقصد المرقة، حطيتها دحين بعد ما نقصت شوية، أخلطها كلها وأشوف الكثافة. إذا كفاية بالنسبة للآن كده كفاية. ليه؟ لأنه عندي خلطة دحين أوريكم هي حضيفها للملوخية ففيها سوائل. عندي هذه المكونات، شفت شيف مصري عملها قبل كم سنة وصرت أطبقها وتدي طعم للملوخية جدا لذيذ. دي كزبرة خضراء، بصلة مفرومة، فلفل أخضر حسب الرغبة، ربع القرن نصه، وطماطم، ملعقة صغيرة توم مهروس. هحطهم كلهم في المطحنة، أطحنهم وأضيفهم للملوخية ياخدوا غلوة واحدة معاها. طحنت المكونات زي ما شفتوا كأنها سلطة الدكس الحارة اللي نسويها، بس زايد عليها إيش؟ البصل. لسه كثيفة. احتجت المرقة اللي خليتها، حطيتها شطفت بها المطحنة، أضفتها عليه. خلاص كده ما شاء الله. خلاص كده تبقبق شوية وأطفيها. ليش؟ عشان لا ينقطع عرقها وتنفصل الموية عن الورق. كده خلاص حطفي. لنجاح الملوخية إنكم ما تخلوها على النار فترة طويلة وإلا حتخرب. دحين شوية وأعمل لها الكشنة حقتها
اللي هي تسموها التقلية، توم وكزبرة ناشفة. إذا تبغوا تحافظوا على لون الملوخية زي ما هو لا تغطوها، تخلوها كده تبقى خضرة، يا تتقدم مباشرة ولا تغطوها بعد ما تبرد. وهذا الزقني ما شاء الله جهز، طفيته. بعدين أوريكم الخبز اللي تقدم معاه اللي هو اللحوح أو الإنجيرة. الحين هذه كشنة الثوم، حطيت الثوم مع نص ملعقة أكل سمنة بلدي مصري، أقلب فيها لما تبدأ تشقر شوية. أحط ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة وأحطها، ولا تنسوا الشهقة على قولهم. صدقوا حتى هم إخواننا المصريين ما هم عارفين من فين جات حكاية الشهقة دي حق الملوخية، اللي يعرف يقول لنا. الحين حضيف الكزبرة الناشفة، أقلب شوية وانتبه لا يحمر كثير عشان لا يمر. لو خليت الثوم حمر بزيادة حيخلي الملوخية مرة، فانتبهوا لهذه النقطة. شوية بس وحشيل، عشان كده أنا ما حطيت الكزبرة، عشان لو حطيتها من البداية حتخدعني بلونها. فكده انتبه، خلاص بدأ يكش حضيفه. ضفت الكشنة، أقلب كده عشان تمتزج وأقدمها بالعافية. شايفين ما شاء الله لونها أخضر زي ما هو عشان ما غطيتها. صراحة جربوها مع الخليط اللي سويته، الكزبرة والطماطم والفلفل، خيال، وادعوا لي. هذا هو اللحوح أو اللي يسموه الإنجيرة، اللي يتقدم مع الإدام هذا الزقني، وممكن كمان مع الملوخية أو تحبوا معاه رز أبيض، كل واحد وحسب رغبته. واللحوح أنا أشتريه من الدانوب صراحة، ألاقيه نظيف ومغلف، وفي ممكن بعض السيدات يبيعوه في الأسواق الشعبية برضو تلاقوا. طبعا أنا بتكلم فين أحصل هذه الأشياء بالنسبة لسكان جدة، خارج جدة ما أعرف، وبالعافية. وفي طريقتين لتقديمه، يجيبوا القرص الواحد كامل يفردوه في تبسي أو صينية ويصبوا عليه المرق ويتجمعوا عليه ما شاء الله وياكلوا مع بعض. وفي طريقة لا، يتقدم كده بس ملفوف. دحين ألف أوريكم. يتقدم ملفوف كده جنب الإدامات وفي المناسبات.